في لقطة ما خدتش حقها. إمام عاشور ده قليل الأدب قوي، ادى لاعب كوت ديفوار كوبري بسعر النهارده يعمل 50 مليون يورو. بص كده. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام وتاريخ قنوات الكاس. أهم لاعب في أفريقيا. بص كده، ده صحفي في جريدة بيشيد بمستوى إمام عاشور وبيقول إنه أهم لاعب في النسخة دي من دوري أبطال أفريقيا. ودول مشجعين لمانشستر يونايتد بيشيدوا بإمام عاشور، واتقال إن بسببهم نادي مانشستر يونايتد نفسه أبدأ إعجابه بإمكانيات إمام عاشور. وسيف زاهر قال إن جاي له عرض ب 300 مليون جنيه، وده الاتحاد الأفريقي نفسه مدي امام عاشور اعلى تقييم اداه اللاعب. خد بالك امام عاشور راجع من اصابه، خد بالك امام عاشور بيلعب بنص مستواه. امام عاشور اللي في مباراه كوت ديفوار اتسبب في هدف وادى لاعب كوت ديفوار كوبري، لحد دلوقتي بيدوروا له على جراح متخصص عشان يلمه ومش لاقيين له قطع غيار. شرمها. ودول الزملكاوية أيام ما كانوا بيقولوا إمام عاشور أهم لاعب في مصر وأحرف من الخطيب نفسه. إمام عاشور قدر يطور من نفسه وبقى طفرة في كرة القدم، لأن إمام عاشور الواحد دمه محروق وملوش نفس للكلام من امبارح، لكن الفرق بيننا وبين المنتخب السنغالي اللي بقى مؤخرا عامل لنا عقدة بقى واضح قوي. الفرق ان منتخب السنغال عنده لاعب راجل اسمه ساديو ماني، تحبه وما تحبوش دي حاجة ترجع لك، لكن ارقامه وانجازات كرة القدم بتقول غير كده. الراجل عمل كل حاجة في كرة القدم، لعب لليفربول، لعب لبايرن ميونخ، عمل لمنتخب بلده كل حاجة وما بيبخلش على منتخب بلده بأي حاجة، وبيطلع كل اللي عنده في الملعب عشان منتخب بلده. صعدهم نهائي أفريقيا، جاب لهم كاس أفريقيا، صعدهم كاس عالم، ومع ذلك عمره ما استكبر على حد، ولا طلع يقول انا بلعب مع لعيبه محليين، ولا طلع يقلل من زمايله ويقول احنا عندنا محترف الا ربع. ومع كل ده وشرط الكابتنه بتاعت المنتخب النهارده لسه مع كولوبالي. على الجنب التاني عندنا لاعب متخاذل بيستكبر يلعب عشان منتخب بلده وما بيدورش الا على امجاد شخصيه، وبيلعب عندنا بالشوكه والسكينه. خد بالك انا بتكلم عن لاعب كرة القدم، ماليش ادنى علاقة بشخصه، عشان الناس اللي عندها الموضوع سمك لبن تمر هندي. ولو انت من مجاذيب صلاح قول لي فين الواحد على واحد اللي مشهور بيها مو صلاح مع ليفربول مع محمد صلاح لاعب المنتخب؟ قول لي امتى محمد صلاح لاعب منتخب مصر جات له مرتدة وجرى بيها من الجون للجون وعمل الارتو المشهور بيها مو صلاح بتاع ليفربول؟ يا راجل قول لي امتى محمد صلاح تعب عشان خاطر المنتخب؟ ده احنا من ساعة ما شفناك في المنتخب ما شافش نور. يا راجل ده احنا من قبلك المنتخب كان منيم افريقيا بالمغرب، وحسن شحاتة بجلالة قدره قعد محترف اوروبا دكة وراح جاب بداله المهاجم بتاع الاتحاد جده ساعتها اللي جاب لنا التالتة. يا راجل ده المنتخب ما جاش قدام من ساعة لقطة الظلم دي، لما الاتحاد لغى تاريخ احمد فتحي عشان يراضي واحد عيوطي ويديله شرط الكابتن. لغيت تاريخ واحد عمل كل حاجة للمنتخب مع الاجيال اللي عاصرها وخليته بنفسه يسلم شارة كابتن المنتخب لواحد عيوطي عشان تراضيه، في لقطة كلها اهانة ووصمة عار. عايز ربنا يكرمك ازاي مع واحد زي ده؟ عايز ربنا يكرمك ازاي وانت بتظلم واحد عشان تراضي واحد عيوطي؟ ما هو اصل الظلم ما يجيبش الا ظلم. لما تمحي تاريخ واحد عمل كل حاجة للمنتخب عشان تراضي واحد ما عملش اي حاجة للمنتخب عشان تراضيه انه يا دوب يلعب معاك، ويا ريته ملعب يا اخي. رسميا انتقال ناصر ماهر من نادي الزمالك الى نادي بيراميدز. الله، هو الرهوان عملها معاك ولا ايه؟ رهوان ايه؟ ده عايز كرسي بعجل. في خبر انتشر النهارده ان ناصر ماهر وصل لعرض مبدئي مع نادي بيراميدز، والكلام ده اكده كمان كابتن خالد الغندور من شويه. الاساطير طلعت خرافات والراجل صحى من حلمه على كابوس. بس هنا في سؤال بجد، هل حد هيقول ان نادي بيراميدز بيسرق لعيبه الزمالك؟ هل في حد هيقول عليه جعان زي ما قالوا جعان على زيزو؟ ولا هي مشكلتك مع النادي الاهلي وبس؟ اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. طبيعي ومنطقي اللي حصل ده، طبيعي ومنطقي. اقسم بالله كنت عارف. شفناش جونهم في اي هجمه صريحه وحته ركنيه يتيمه. بتلعب بخطه 10 والشناوي وهاين عليك تجيب صعايده يبنوا لك صوره على خط الجون.
وزي ما الكابتن سليبو قال متفائل بحسام حسن جدا، هنحقق بطولات بعدد شعر راسه.